ايه، ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده سؤال تكلم عن تعريف الاثبات وبيان اهميته. طيب. اولا كده لازم نعرف امتحان المقالي عشان نقدر نجيب فيه تقدير. لازم يبقى الاتي: السؤال اللي انا بقوله هو ده السؤال اللي هيجي في الامتحان. تمام. اول ما تلاقي السؤال ده هتدخل تكتب السؤال وتحته العناصر. ايه العناصر بقى؟ لازم تجمعها في الاول بالقلم الاسود وبعد كده تبدأ تشرح كل عنصر. طيب، عناصر الموضوع ده ايه؟ اولا تعريف الاثبات وبيان اهميته. ثانيا الاثبات القضائي. ثالثا مبدأ حياد القاضي. مبدأ حياد القاضي بينقسم تحته حاجتين: واحد المدلول الأخلاقي، تاني حاجة المدلول الفني. رابعا مذاهب الإثبات، تحتها واحد مذاهب الإثبات الحر، اتنين مذاهب الإثبات القانوني، تلاتة مذاهب الإثبات المختلط. تمام. خامسا قواعد الإثبات والنظام العام. سادسا نطاق قواعد الإثبات. تمام. هنقول سابعا تقسيمات الأدلة. أول حاجة أدلة مطلقة وأدلة مقيدة، اتنين أدلة عادية أصلية وأدلة غير عادية احتياطية، تلاتة أدلة ملزمة للقاضي وأدلة غير ملزمة له، أربعة أدلة مهيئة وأدلة غير مهيئة. دي العناصر هنكتبها بالأول بالأول، يعني في أول الإجابة بالقلم الأسود، وبعد كده نقول وإليكم الشرح بالتفصيل، ونبدأ نكتب العنصر بالقلم الأسود ونكتب تحته شرح. تمام. طيب نبدأ بقى الشرح. بس موضوع العناصر ده مهم جدا جدا في الأسئلة المقالي. تمام. أول حاجة أولا تعريف الإثبات وبيان أهميته. إيه الإثبات ده؟ يعني أنا بقدم دليل قدام القضاء إن الحاجة دي أو الحق المتنازع فيه ده بتاعي أو يخصني. تمام. فبثبت ده. طرق الإثبات دي اللي هنتكلم عليها بعدين، ولكن فكرة الإثبات إن أنا بقدم دليل أمام القضاء على صحة الحاجة اللي أنا بنازع فيها. وليكن مثلا أنا بنازع على بيت، فبقدم الدليل قدام القاضي، بقول له دي الدليل أهو إن البيت ده بتاعي. تمام. تاني حاجة ثانيا الإثبات القضائي. الإثبات القضائي يعني إيه؟ يعني الأصل إن المفروض إن أنا محدش بيجي يثبت لك إن الحق ده بتاعك. لا، الأصل إن أنا بقدم أنا دليل. أنا بنازع في ملكية أرض، فبقدم دليل للقاضي على ملكيتي الأرض دي، فأنا بثبته قضائيا قدام القضاء. تمام. ثالثا مبدأ حياد القاضي. مبدأ حياد القاضي يعني إيه؟ لازم القاضي يكون عنده حياد وهو بيسمع الشكوى بتاعتي، ما يكونش متحيز لأحد الأطراف. ده حتى لو متحيز أحد الأفراد أو أحد المدعو مثلا أو المدعو عليه، في حاجة اسمها رد القاضي. رد القاضي يعني ايه؟ يعني أنا برد القاضي ده عن القضية دي لأن الراجل ده القاضي ده متحيز لأحد الخصمين. تمام. فعشان كده قال لي حياد القاضي ده له وظيفتين أو له مدلولين: مدلول أخلاقي ومدلول فني. مدلول أخلاقي يعني ايه؟ يعني المفروض يبقى عنده حيدة ونزاهة. يعني المفروض لما يجي يحكم بحاجة قدامه ما يحكمش بمعلوماته الشخصية. ولنفترض مثلا هو كان عارف المدعي أو المدعي عليه، المفروض ما يحكمش عشان عارف إن الراجل ده طيب ولا الراجل ده مظلوم. لأ، هو المفروض يحكم على أساس الأمور متوضحة قدامه إزاي. يعني القاضي مثلا أنا كمدعو مدعو عليه مقدمين قدامه إيه وقائع، وعلى أساسها يحكم بيها. تمام. طيب، تاني حاجة المدلول الفني. المدلول الفني يعني إيه؟ يعني المفروض يتدخل في عملية الإثبات. يعني لو مثلا هو شايف إن عشان يحكم في الموضوع ده لازم معاينة للحق المتنازع فيه، عليه إن هو يعين. لازم يستعين مثلا بانتداب خبير هو مش ملم قوي بأمور مثلا الأراضي الزراعية أو الأمور الطبية أو أي حاجة، فبينتدب خبير عشان يقوله والله اعرض عليا يا خبير الموضوع كذا كذا، واعرض عليا رأيك وأنا أشوف رأيك ده إيه. تمام. ده معناه المدلول الفني لحياد القاضي. طيب، تالت حاجة رابع حاجة مذاهب الإثبات.
أول حاجة مذاهب الإثبات الحر، يعني إيه؟ يعني المشرع ادى فرصة للمدعي أو المدعي عليه إن هم يقدموا أي دليل يشوفوه ويكون الدليل ده بيثبت حقهم في الحق المتنازع عليه. يعني أي حاجة هم شايفينها يقدموها، كتابة ماشي، شهود ماشي، قرينة ماشي، زي ما هم عايزين. تمام. طيب الرأي التاني مذهب الإثبات القانون، يعني إيه؟ هنا المشرع بقى قالك أنت عايز تقدم لي دليل على صحة الحق اللي أنت بتنازع فيه؟ طيب خلاص تقدمهولي بطريقتين، يا إما بشهادة الشهود يا إما بالإقرار. ده انا بضرب امثله يعني. تمام. ما ينفعش تقدم لي طريقه اثبات عكس اللي انا كمشرع قلته. طيب حلو قوي. تالت حاجه مذاهب الاثبات المختلط، ده بقى بيجمع بين المذهبين. بيحدد حاجات معينة وفي نفس الوقت بيحدد طرق معينة للإثبات، وفي نفس الوقت في بعض الجزئيات بيسيب لهم الحرية إن هم يختاروا طريقة الإثبات اللي هم عايزينها. تمام. طيب خامسا قواعد الإثبات والنظام العام. يعني إيه قواعد الإثبات والنظام العام؟ قواعد عامة. الإثبات دي ليه نوعين، في نوعين: قواعد موضوعية وقواعد شكلية. طيب القواعد الموضوعية يعني إيه؟ يعني أو خلينا الأول في القواعد الشكلية. القواعد الشكلية دي يعني قواعد الإثبات أو القواعد المتعلقة بالإثبات. هثبت إزاي؟ مثلا بشهادة الشهود، بالبينة، بالإقرار. دي معناها القواعد الشكلية، يعني طريقة إثبات الحق إزاي، شكله هيبقى إيه. تمام. طيب القواعد الموضوعية بقى، إزاي هتتم شهادة الشهود، إزاي هتتم البينة، إزاي هيتم الإقرار. قواعد موضوعية يعني الإجراءات. تمام. طيب قال لي قواعد الإثبات اللي هي الموضوعية والشكلية دي متعلقة بالنظام العام. يعني إيه متعلقة بالنظام العام؟ الحاجة أو القاعدة المتعلقة بالنظام العام ما ينفعش إن أنا أتفق على مخالفتها. أما القواعد اللي متعلقة بالنظام، القواعد اللي مش متعلقة بالنظام العام، دي ينفع إن أنا أتفق على مخالفتها. طيب حلو جدا. قواعد الإثبات الموضوعية، القواعد الموضوعية بقى مش بتتعلق بالنظام العام، يعني ينفع إن أنا أتفق على ما يخالف. قواعد الموضوعية زي ما احنا قلنا قواعد هتتم شهادة الشهود ازاي. طب ممكن مثلا تطلب تثبت حقك بطريقة تانية، دي معناها القواعد الموضوعية. أما قواعد الإثبات الشكلية دي متعلقة بالنظام العام. تمام. سادسا نطاق قواعد الإثبات. نطاق قواعد الإثبات بتقول إيه؟ إن ضرورة الإثبات مش بتقتصر على الحقوق الشخصية، ولكن كمان أنت تقدر تثبت الحقوق العينية والجانب المالي، الحقوق الذهنية. يعني إيه؟ يعني تقدر تثبت إن الكتاب ده يخصك، اللي أنت عامله ده يخصك، أو المؤلف ده يخصك. تمام. أما بقى قواعد المتعلقة بالأسرة والزواج والنسب والقرابة، دي لها قواعد إثبات بتخصها في الأحوال الشخصية. تمام. طيب أنا عندي تقسيمات الأدلة. أول حاجة أدلة مطلقة وأدلة مقيدة. دي أدلة مطلقة يعني إيه؟ دي اللي ينفع تستعين بيها لإثبات أي حاجة أو أي واقعة قانونية. طيب الأدلة المقيدة دي ما ينفعش إن أنت تثبت أي واقع بيها، لازم وقائع معينة. طب حلو جدا. تاني حاجة أدلة عادية وأدلة غير عادية. الأدلة العادية أول حاجة هي اللي بيبقى فيها القاضي بيصدر الحكم بناء على اقتناعه بيها. تمام. طيب أما الأدلة غير العادية دي اللي لما بتظهر بتحسم النزاع قبل ما نحكم فيه، قبل ما القاضي يحكم فيه. تمام. تاني حاجة أدلة ملزمة للقاضي وأدلة غير ملزمة له. أدلة الملزمة للقاضي دي ما بتخضعش لتقدير القضاء، يعني القاضي ما ينفعش يقول لا معلش أنا مش هاخد بيها، لا ما ينفعش الكلام ده. دي أدلة ملزمة بيه، دي زي الكتابة والإقرار واليمين. طب أدلة غير ملزمة هنا بقى بتخضع لسلطة القاضي. القاضي بيقول ينفع أخد بيها أو لأ. تمام. رابع حاجة أدلة مهيئة وأدلة غير مهيئة. الأدلة المهيئة هي اللي بتبقى متقدمة للإثبات قبل ما نزع في الحق، يعني هي جاهزة إن أنا
تتقدم للإثبات. زي إيه؟ زي واحد كاتب عقد، ده جاهز إن هو يثبت حقه بيه أهو. طيب تاني نوع الأدلة الغير مهيئة، دي اللي ما ينفعش أقدمها للإثبات قبل ما يبقى الحق متنازع فيه. تمام، دي لازم لها وقت عشان أقدر أهيئها لو أنا عايزة أثبت إن الحق ده حقي. تمام، السؤال ده يعتبر مهم جدا، هو سؤال تمهيدي ولكن هو مهم. نتقابل في السؤال اللي بعده إن شاء الله.